أنا بدأت أغير حياتي عشرات المرات، وكل مرة كنت فاكر إن أصعب خطوة هي البداية، لكن بعد شهور من المحاولة اكتشفت إن البداية عمرها ما كانت المشكلة كانت دايما إني أكمل، وده خلاني أسأل نفسي سؤال: ليه الاستمرارية أصعب من البداية؟ الأسبوع اللي فات فهمت الإجابة بعد ما حسيت إن الاستمرارية بتفلت من إيدي. كنت قاعد قدام اللابتوب عارف بالظبط المفروض أعمل إيه، وعارف إن ورايا شغل لازم يخلص، لكن أول ما أجي أبدأ عقلي يقول اشرب ميه الاول. اقوم اشرب وارجع، لا افتح واتساب يمكن حد بعت حاجه مهمه، ارجع طب شوف الكورس ده بسرعه، ارجع 5 دقايق ريلز بس وبعدها هبدا. وفعلا ال5 دقايق دول بقوا ساعه، والساعه بقت 2، واليوم كله راح. والغريب اني والله كنت عايز اقوم اخلص اللي ورايا، لكن كنت حاسس بمقاومه غريبه جدا. كل ما اجي ابدا حاجه تشدني بعيد، ولما كنت بنجح وبخلص مهمه واحده كنت بقول الحمد لله استريح شويه بقى، لكن شويه كانت بتتحول لباقي اليوم كله، وبدات المهام تتراكم، ويوم بعد يوم بدا القلق يزيد. وبقول لنفسي بعد كل اللي عملته هو انا ممكن اضيع كل ده؟ جربت اخد يوم راحه، افتكرت ان ده هيخليني ارجع احسن، لكن رجعت لقيت المهام زادت اكتر. وساعتها فهمت حاجه مهمه: المشكله عمرها ما كانت في المهام، المشكله ان كنت ببص عليها كلها مره واحده. فبطلت ابص للجبل كله وبصيت للخطوه اللي تحت رجلي، مهمه واحده وبعدين راحه، وبعدين المهمه اللي بعدها، واحده ورا التانيه، وبعدها لقيت نفسي برجع تاني. اضطريت اضغط على نفسي شويه لان يوم الجمعه جه، وكان فاضل ساعات قليله على ميعاد نزول الفيديو، وانا لسه ما كتبتش السكريبت ولا صورت ولا منتجت ولا اي حاجه حرفيا، وكنت محتاج انام. فنمت وقت قليل وصحيت وكتبت وصورت ومنتجت، وانت دلوقتي بتشوف الفيديو ده. يمكن من بره الفتره دي كانت شكلها مجرد وقت ضايع، لكن بالنسبه ليا اتعلمت فيها عن نفسي اكتر من شهور فاتت. عرفت ليه كنت بقاوم، وعرفت ازاي اتعامل مع المرحله دي. وقبل اي حاجه توكل على ربنا دايما، لانك هتعدي من اي مرحله بتمر بيها بفضله سبحانه وتعالى. فلو انت بتمر بنفس المرحله ما تفتكرش ان وقعك معناه ان الرحله انتهت، يمكن يكون مجرد جزء طبيعي منها. توكل على الله واسأله يعينك ويثبتك، والرحلة لسه في أولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.